لسه ما يا اشرف هيلعب يوم الثلاث. ده الاهلي. ربنا يسترها يا رب. الاهلي زعلنا والله يا جماعه. هو الاهلي طلع من كاس الانديه خلاص ولا لسه؟ هو ليه امل بس ضعيف يا جماعه. الاهلي ليه امل بس ضعيف صراحه صراحه. هو صراحه الاهلي، انا من مشجعين، انا مشجع زملكاوي صراحه بس بدأ من الاهلي. وطلعت عملت فيديو الاهلي عبر قناتي ان كل مشجعين الزمالك يدعموا الاهلي. انا بلقب الاهلي في الوقت الحالي في كاس عالم انديه ان هو منتخب وطني، منتخب بلدي، منتخب مصر. بس صراحة صراحة ومحدش يزعل وكلكم على دماغي، اللعيبة كلها عاوزة تتبدل. تحيا مصر أم الدنيا وهتبقى أم الدنيا إن شاء رب العالمين. بودابست، كم عدد المنشآت النووية في إيران؟ بتسألني أنا بودابست؟ أنا صراحة ما عنديش علم بالعدد عدد المنشآت صراحة بالضبط والتحديد، ما عنديش علم. مرحبا مرحبا. يا ريت يا جماعه اللي اول مره يشوف البث بتاعنا المتواضع يعمل اشتراك للقناه ويفعل زر الجرس ليصل كل جديد. القناه بتناقش قضايا داخليه وخارجيه فيما يخص الشرق الاوسط. القناه بتدعم، بتدعو ان العرب يبقوا متكاتفين. انا متابعك من زمان ابو عمرو، حبيبي حبيبي ابو عمرو على راسي. حبيبي ابو عمرو، حبيبي ابو عمرو، حبيبي والله العظيم. على راسي والله على راسي. امريكا ابو عمرو شاركت في الضربه ضد ايران وقصفت مفاعل فوردو، وقصفت نطنز واصفهان، قصفت نطنز واصفهان. ربنا يستر على دول الخليج يا رب. واللي ممكن يحصل لو طهران نفذت التهديدات بتاعها. طهران مفترض انها تضرب جميع القواعد الامريكيه اللي موجوده في دول الخليج، ومفترض انها تضربها بحاجه اسمها قنبله قذره. القنبله دي بتشع اشعاع نووي، فالاشعاع النووي ده بينهي على الميه، بينهي على الحياه بشكل طبيعي. ومفترض انها تلغى مضيق هرمز. مساء الخير يا اخي. على راسي على راسي. امريكا اتدخلت يا جماعه في الحرب وضربت بالفعل. الطيران الامريكي ضرب بالفعل طهران وقصف مفاعل فورد، وقصف نطنز واصفا. ربنا يسترها طهران ما تنفذش التهديدات بتاعها يا جماعه، لان لو نفذت وضربت مفاعل ديمونه فده هيأثر على مصر. ولو نفذت وضربت القاعدات الامريكيه الموجوده في دول الخليج بالقنبله القذره دي هتبقى بمثابه خسائر لدول الخليج، لان دول الخليج هتنضرب. اكيد الحرب هتطولها. والقنبله القذره دي بتشع اشعاع نووي، ولو لغمت مضيق هرمز فده هيبقى بمثابه خساره فادحه للعالم كله. ازاي هيأثر على مصر؟ مفاعل ديمونة بيبعد عن الحدود المصرية 70 كيلو فقط. الإشعاع النووي لو مفاعل ديمونة انضرب هيخرج منه إشعاعات نووية. فالإشعاع النووي ده بيأثر على على الزراعة، بيأثر على المية، بيأثر على حاجات كتير، ليه أضرار كتير. ما بتبعدش الا 70 كيلو بس. بودابست عندها 12 منشأة نووي، هذا المعروف. ما هو بودابست في منشآت، كانت أقوى منشأة فوردو دي. ليه بقى؟ عشان هي تحت جبل صخري أولا، ثم إنها تحت باطن الأرض، المفترض إنها 500 متر. 500 متر. فما كانش حد يقدر ينفذ الضربه دي الا امريكا. طلع ترامب قال كده بالفعل، ما فيش جيش على وجه الارض يعرف ينفذ ضربه مفاعل فورد ولا الجيش الامريكي بعد ما نهى ضربه. انا شفت التغريده بنفسي يا جماعه على منصه اكس. طلع ترامب بيقول لك ايه بقى؟ قصفنا مفاعل فوردو وقصفنا مفاعل نطنز واصفهان، ومفيش اي قوه على وجه الارض تقدر تضرب الضربه دي غير الجيش الامريكي. وفي اخر التغريده بقى كاتب لك ايه؟ يلا بقى ده وقت السلام، يلا بقى نسلي، يلا بقى نحل القضيه. بعد ما ضربوا وناووا البرنامج يناوي، يلا بقى يبقى في سلام بقى. ابو عمرو، الله اكبر الله. وفين حلفاء ايران؟ حلفاء ايران ده اللي هنشوفه الفتره الجايه. هل ممكن يبقى في تدخل روسي عسكري محتمل، ام هنشوف تدخل صيني روسي صيني محتمل، ام هنشوف كوريا الشماليه في المشهد؟ وربنا يسترها على كوريا الشماليه لو ظهرت في المشهد بطريقه غريبه. الرئيس بتاعها شبه كده مجنون، ممكن يحول الوطن العربي لحلقه من نار فعلا. بودابست، شوف يا أشرف، استهداف المنشآت لا قيمته له لإيران. تملك التكنولوجيا تضرب المنشأة الإيرانية تظن فعاليات جديدة. تمام تمام. كل اللي تبنى أحسن لك. ربنا يسترها يا جماعه على الدول الخليجيه والله، لان ان امريكا تشارك ده جرم. ان امريكا تشارك في الضربه كده وتتحدى العالم بدول الخليج وتطلع ما يهمهاش دوله، اي دوله سواء قطر الامارات، لان قطر صغيره. فايران لو نفذت مخططاتها وضربت قواعد دي بالقنبله القذره دي، ايران العيشه لا تصلح عليها فتره من زمن طويله، لان القنبله القذره بتشع اشعاعات نووي.
بتشع اشعاعات نووي. شفت النفايات ان هو بيجمعوها ويحطها في القنبله القذره دي، مسمينها قنبله قذره عشان كده. نفايات النووي. قناة تدعم للوحدة العربية، قم بالاشتراك في القناة وفعل الجرس، من فضلك لايك للبث ليوصل لأكبر عدد من المشاهدين. محمد تسلم يا حمام على راسي. ترامب طلع بالفعل يا جماعة نيم إيران، نيم إيران. كان امبارح بيقول احنا هنسعى للسلام ولا داعي اننا نضرب باقي المفاعلات النووي. ترامب كان بينيم إيران يا جماعة، وكان بينيم الشرق الأوسط. ترامب النهاردة سحب 90% من الجنود اللي موجودة في القواعد العسكرية اللي موجودة في دول الخليج، مع الطيارات الوصول بتاعه. سحب وصول طيارات وحاجات كتير ومدفعيات، تحسبا ان ايران مفترض هترد بعد الضربة دي وتضرب بقنبلة قذرة. خاف على عساكر والجنود بتاعه والطيارات بتاعه، ما خافش على دولة زي الخليج اللي بيقول لك انا بسعى للسلام. سلم لي على السلامة يا ترامب انت والنتن. كاذب 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 كاذب، بيدعي نفسه ان هو رجل السلام، وهو مش رجل السلام خالص، كاذب. روسيا مشغولة في حربها وإيران مش من أولويات روسيا. صح يا محمد. بس روسيا الحليف الأول دلوقتي ليها مفترض إنه إيران. روسيا من يومين بالظبط يا جماعة طلعت حذرت أمريكا أمام العلن، وقالت إحنا بنحذر أمريكا لو تدخلت في الحرب، ضد إيران. هل التصريح ده اللي روسيا خرجته من وزارة الخارجية الروسية بتوجه رسالة لأمريكا إن أمريكا لو تدخلت إحنا هنتدخل عسكريا، ولا ده تصريح بمثابة إنها بترمي تهديدات لأمريكا فقط؟ ده اللي هنشوفه الأيام الجاية، وهنشوف هل هيبقى في تدخل صيني أم روسي. سمعت مسبقا ان ازبيكان تدعم. ايوه ساره صح. ازبيكان على فكره يا جماعه الطيران الاسرائيلي بيخرج منها بيضرب في طهران. ايوه. دي معلومه، بس معلومه مش منتشره في جميع المواقع الاعلاميه. هل إيران تملك القنبلة القذرة؟ إيران خصبت يورانيوم ما يعادل حتى 70 أو 80%، تمام؟ وإنها توصل للنسبة دي يبقى عندها نفايات نووية. فالقنبلة القذرة بيجمعوها من النفايات النووية دي، ما يسموها قنبلة قذرة. فالقنبلة القذرة دي بمثابة نووي، بتشع إشعاعات نووية. مرحبا كيكو على راسي. يا جماعه يا ريت اللي اول مره شفنا في البث بتاعنا المتواضع يشترك في القناه ويفعل زر الجرس فضلا